كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم وجدنا الحريره المغربيه اللي زدت لها واحد المكون اللي هو الفول، اللي عطاها واحد الختوريه اللي كتستغناو شويه على الدقيق. هنا عندي 5 المطيشات درت في الهاشوار معاهم بصيله، غنطحنهم. نضربو المعدنوس والكرافس تقريبا قطه بيناتهم. هاد الحريره غنزيدو عليها الفول، راه كتجي بها بنينه وما كتحتاجوش ديك الساعه تجيدوا الدقيق بزاف، حيت الفول كيخليها خاسره شويه. داكشي علاش غنزيدو الدقيق غير كميه خفيفه باش تجيكم بنينه متشبعوش منها. هذه اللي غتعتمدوا ان شاء الله في هذا رمضان. مثلا قطعنا الربيع، وهذا الاولاني اللي كيكون مع الحماص والعدس قطعوه بحال هكا، حيت كله غيهرى. واحد نص زلافه ديال الفول كيجي في الحريره بنين، كدا واحد المذاق وتخليها خاتره. جوج كما قلت لكم تزيدوا الدقيق، وهنايا زلافه صغيره حتى هي ديال العدس وزلافه كبيره ديال الحمص. هنا عندهم شويه الحينات، هنا العطريه، الملحه، قزبر حبوب، سكنجبير، خرقوم، شويه القرفه، شويه ديال السمن، تحميره، ابزار. انا ما كنشحرش، ما نشحرهاش. شويه ديال الزيت المائده، غنزيد ليها الماء وغنسد عليها صافي. هنا غنزيدو الماء ونطيب فيها الفلفل القطاني، ما كنشحرهاش صافي. غنسد عليها ونتلاقاو من بعد. الحريره عندنا هي طابت، غنزيدو ليها الماء. هانتوما داك الفول ما تيبانش، صافي طيب مزيان. غنزيدو الماء، عاد نزيدو مطيشه باش تلحق. غنزيد 2 معالق ديال مطيشه الحك صافي، نخليها تغلى. عاد نزيد الشعريه، ندير 2 معالق ديال الدقيق، راه خلاط لها الهالو. دابا هنا غنزيدو الشعريه، ضروري نخلطو باش الشعريه ديالنا ما تلصقش، وما نديروش يدينا على التخلاط باش ما تلصقش لينا الشعريه. دابا غنزيدو الطحين ويدينا على التخلاط، ما نحيدوش يدينا على التخلاط باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الفطور. هنا نزيد شويه الربيع، قطعت معاهم حتى شويه ديال الكرافس. صافي الحريره ديالنا واجده. ديالنا هي وجدات.
مادام وصلتوا معنا فيديو حتى لهنا، نتمنى تشاركوا في قناه سهل وبسيط كل اسبوع باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله.